السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا بينا نسمي الله، نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا نشوف فيديو النهاردة ممتع جدا. تعالوا نشوف هنستقبل السمان الزان واحنا جايبينه سن يوم او عمر يوم. طبعا انا بحط شوية مية، معلقة سكر على المية. اي طارة صغيرة عندي انا بستقبلها بشوية سكر على المية، اني لسه معدتها ما صارينها طرية لسه. ما بدخلهاش اي علاجات على طول، لان اي علاجات للطيرة او الطفل بتبقى زي سموم في جسمه. طبعا السجاية بتاعتنا الصغيرة دي بتاعت تحضين السمان، صغيرة خالص. السمان يا حبايبي صغير جدا، فلو شرب وسبناها من غير ما نحط فيها حاجة كده، شوية طوب او زلط، هيغرق نفسه وموت. طبعا انا غسله الزلط دي، جايبه شويه زلط صغيرين كده من بره وغسلته حلو وسبته في شويه الميه دولت وبنحطوه في السجايه كده، ما بنسيبش فراغات لان السمانه منجرها صغير خالص. حط حته بلاطه صغيره كده تكون رقاقه مش عاليه، او على الارض عادي مفيش مشكله، بس احنا عشان التبن اللي احنا حاطينه ده ما يسدش الميه. طبعا العليقه عليقه من الصغير الناعمه. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. طبعا اللنده تكون واتيه منزله على التبن خالص ومسخنه المكان قبليه. انا جايباه من قبلها بساعه كده، مسخنه المكان عشان السمان بتاعنا يجي يدفع على طول. طبعا السمان ده يا حبايبي واصلني بالليل على مجالي. لا اله الا الله، زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. مشكل وشكله حلو، فيه الابيض وفيه البني وفيه الرصاصي. طبعا هو لسه مش قادر يسلب طوله زي الطفل الصغير اللي ماشي يتلخلخ دي اهم حاجة في تحضير السمان، يكون المكان صغير خالص. 5 ايام بس يكون المكان صغير، ضايق عليه المكان واللندا تدفيه جامد. او لو ما فيش مكان زي كده في بوكس او حاجة، انا واخدة ركن صغير في البوكس. ممكن تحط في كرتونة بس يكون حيطانها عالية شوية، لان السمان من عادته لو على الرغم ان هو صغير اهو خفيف، لو الحاجة عالية بتطلع من عليها، ما بتطرش ولا حاجة، بتنط كده بتطلع من عليها تيجي على الناحية التانية بره، تطلع بره. فممكن كرتونة بس يكون حرفها عالي شوية، وتحطي فيها اللندة وفي حاجات صغيرة مية برضو، وتسيبيه 4 ايام. بس اهم حاجة برضو في الكرتونة هتفرشي حتة مشمع في الارضية، وهتحطي التبن عليه عشان اي مية تنزل من السجاية ما تجحش على الكرتونة تبوش قعره. وهتفرشي التبن وهتحطي السمان برضه واللنده في وسطه. اهم حاجه التدفئه في الاسبوع الاولاني، اهم حاجه. انتوا شايفين صغير قد ايه، ومهما يعني بقى نحاول بتعلي المكان ممكن تحط عليها قماشه خفيفه او شاربه او طرحه خفيفه. شايفين ما شاء الله، هو شايفينه قد ايه اصلا. في الاسمر وفي المخطط وفي الابيض، ما شاء الله شكله حلو. شايفين الواناته جميله ازاي، يا سبحانك يا رب. طبعا هو بصراحة ما يتخيرش عن الحمام في حاجة. انا بربيه على طول وبحب، بصراحة بنحب اكله. طبعا هو الحمام اكله ده اكل الحمام، لحمته حمرا شوية، ده زي الفراخ البلدي كده، بس بيبقى خفيف وطعمه زي العسل. ده يا حبايبي شهر 30 يوم ما لحقتيش تذبحيه يبيض منك، وبيضه بيبقى صغنن كده ومنقط بني في ابيض. الحاجة تذبحيه شهر بالظبط، شهر ويوم، 31 يوم يبيض منك، وبيفرغ ما يبقاش مليان وحلو.
الا ان كنتوا بتحبوا بيضه بقى ممكن تسيبيه يبيض، بس مش كله طبعا، ده ممكن تبيض في اليوم بيضتين. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. ربنا يجبر خواطركم جبر يتعجب به أهل السماوات والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.